الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زالت لقاءاتنا مع الجمهور ومع أبناء الجالية السودانية بدولة الكويت في هذه الدورة التي تقيمها السفارة. الآن معنا نجم كبير جدا وإنسان له باع في الكتابة والقلم والصحافة عموما، وهو متابع من الكثير من أبناء الشعب السوداني. أخينا نزار، في هذه اللحظات وأنت بين الجمهور وبين هذه المباراة والمباراة القادمة، انطباعك وشعورك وأنت سيد العارفين ببلاغة الإذاعة. مرحبا بك اخونا، تسلم ومرحبا بالشباب جميعا ما شاء الله. الواحد سعيد جدا جدا من الليله الجاليه الاحتفاليه الرياضيه الكبيره التي لاول مره تشهد الجاليه السودانيه في الكويت. انا سعيد جدا ان انا اكون مستضيف، سعيد جدا ان انا اكون حاضر الاحتفاليه دي. معلوماتنا الناس كلها في الجاليه كله قام ما شاء الله كبير جدا. الدعم الكبير من الجاليه نفسها، الجاليه الاخوان في السفاره، وزير المفوض الطيب، كلهم بوجوداتهم شبابنا، الوزارات الحكوميه هنا، وزاره الشؤون الرياضيه، السواسي، السيد، الإدارات. ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه لبطولات رياضيه كبيره جدا، لبرامج رياضيه كبيره جدا. انا سعيد جدا برامج يعني نشارك فيها، نشارك فيها خدمات، نشارك فيها برامجها. ان شاء الله باذن الله ربنا يديم الناس بالتواصل دائما، ما تنقطع البرامج ان شاء الله تعالى. وانت في هذه اللحظات وفي خاتم هذا اللقاء، نصيحه للجاليه ولابناء الجاليه وهم مقبلين على الاحتفاليه الكبيره يوم 3/2 في ملعب التضامن بالفروانيه، وهو مهرجان رياضي كبير لابناء الجاليه السودانيه قبل ان يكون مهرجان رياضي. والله انا اتمنى هو الحضور ما شاء الله كبير جدا، لكن احنا نتمنى الجاليه كلها تكون حضور، لانه الحدث ده مشاهد مستوى الكويت وعلى ابنائنا داخل السودان نفسهم يكونوا متابعين الاحتفالات دي واحداثها. فنتمنى انه الجاليه كلها بكل مكوناتها تكون حضور، الاخوان، الاطباء، المعلمين، كل الفئات في الكويت ان شاء الله يكونوا حضور عشان نقدر يعني نتنقل من البرامج الرياضيه لبرامج اخرى. كل ما احنا اتجمعنا في اي برنامج بنقدر نحكي البرنامج البعض لما الناس تكون واحده والناس تكون مختلفه والناس تكون كلها حضور ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اخونا ندار الاعلام الكبير، وشكرا للمشاهدين، وان شاء الله معكم ومع الجمهور في اللحظات القادمه.